بسرعه قلت للمساعد ابحث لي على هذا بوغدانوف وش دار في هذه الايام. فلقيت سفير المغرب بروسيا بموسكو يلتقي بموسكو، سفير المغرب بموسكو يلتقي في موسكو مع نائب وزير الخارجيه الروسي. استقبل نائب وزير الخارجيه الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الاوسط وافريقيا ميخائيل بوغدانوف الجمعه سفير المغرب بموسكو لطفي بوشعره. العصابه لديها خوف رهيب جدا، وهي ترى أن علاقاتها التقليدية اللي كانت تعتبر أقوى علاقة مع دولة خارجية مع روسيا أنها تنهار، أن روسيا تغير موقفها من قضية الصحراء الغربية. السلام عليكم، متابع قناة الإمبراطورية المغربية. اليوم إخواني غادي نشوفوا المنافق الجزائري العرب الزيتوت، وهو كيتكلم فيه على توتر العلاقات بين روسيا والنظام الجزائري وتقرب النظام الروسي من المملكة المغربية. جادي عن قائمة الأحرار ولاية وهران متهم بعدم احترام وثائق التعمير واستغلال النفوذ والقذف. النائب آخر ذاكرينه بالحروف فقط دال خاء منتخب عن ولاية الشلف، وهكذا. بالجملة الحقيقة أن الأغلبية العظمى مما يسمى بالنواب، سواء فيما يسمى بمجلس السيناء أو المجلس الشعبي الوطني، هم لصوص. هنا هم يعطونا الدليل كعينة. سؤال علاش فقط هذون؟ يعني احنا نعرف أن الأغلبية العظمى، حتى لا نقول كلهم، لصوص، خونة، مرتشين، فاسدين، بعضهم تجار مخدرات وأشياء أخرى. إذا لماذا اختاروا فقط الإطاحة بهؤلاء السبعة؟ حسابات، ربما ما خضعوا لهمش أكثر، ربما يعني باش يعطوا الصورة باللي كاين قانون إلى آخره. في موضوع إذن اللي ذكرته في بداية الحديث، وهو زيارة نائب وزير روسي. كان لي الشرف الكبير للقاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رغم انشغالاته الكثيرة. قدمت له تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نقدر كثيرا العلاقات الروسية الجزائرية. خلال شهر جوان من العام الماضي قام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بزيارة رسمية إلى روسيا، وقد تم خلالها الإمضاء على تصريح حول العلاقات الاستراتيجية المعمقة بين الجزائر وروسيا. طبعا شفنا النتيجة تاع الزيارة، وهي أنه خرج لافروف وقال بأن الدول اللي قبلوها في البريكس هي الدول اللي عندها تأثير على الساحة الدولية ولديها هيبة عالمية وتأثير على الساحة الدولية. شفنا النتيجة وين خرج تبون ويقول لي بوتين، يقول له أنت رجل سلام، إلى درجة أن بوتين قاعد يبتسم ابتسامة استغراب، ما قدرش يصدق. عمره بالك حتى المتزلفين له اللي قراب منه اللي يقدسونه ما قالولوش أنت رجل سلام. فبوتين استعجب يعني. هذه الزيارة تاع بوغدانوف اللي هو مجرد نائب وزير، مش نتكلموا على أي وزير، مش حتى قال وزير مالية ولا وزير داخلية ولا وزير عدل ولا وزير سياحة ولا وزير الأشغال يعني مش عارف العمومية، مجرد نائب وزير. استقبل من طرف تبون، واستقبل من طرف عطاف، كانوا ذكروا عطاف، واستقبل من طرف شنقريحة. بسرعة قلت للمساعد ابحث لي على هذا بوغدانوف وش دار في هذه الأيام.
فلقيت سفير المغرب بروسيا بموسكو يلتقي بموسكو، سفير المغرب بموسكو يلتقي في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي. استقبل نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف الجمعة سفير المغرب بموسكو لطفي بوشعرة، وتمحورت المباحثات بين الطرفين حول القضايا الراهنة المتعلقة بالتطور التدريجي المستمر للعلاقات الودية التقليدية بين روسيا والمغرب. وجدير بالذكر أن السفير التقى يوم 2 فبراير الماضي أيضا مع بوغدانوف بناء على طلب من السفير لبحث سبل القادرة على الحفاظ على حوار سياسي نشط حول حل الأزمات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهذا هو اللقاء الثالث بين الدبلوماسيين منذ ديسمبر الماضي. إذن بوغدانوف ماهوش حاجة كبيرة جدا يعني، والدليل هنا هو التقى مع السفير المغربي والتقاه 3 مرات. في الحقيقة أن العصابة لديها خوف رهيب جدا، وهي ترى أن علاقاتها التقليدية اللي كانت تعتبر أقوى علاقة مع دولة خارجية مع روسيا أنها تنهار. طبعا المؤشر الكبير تاع الانهيار كان هو رفض دخول الجزائر إلى البريكس. ثاني أخطر المؤشرات هو التواجد الروسي في دول الساحل خاصة في مالي والآن في النيجر. الأمر الثالث هو أن الروس بدأوا يأخذوا موقف حيادي، وهذا بدأ منذ 2020 في قضية الصحراء الغربية، ولذلك جاء هذا الاهتمام المبالغ فيه استقبال من طرف عطاف وشنقريحة وتبون لمجرد نائب وزير اللي هو نظيره أنه يكون سفير، الأمين العام لوزارة الخارجية، مدير مركزي وزارة الخارجية، يستقبلوه. ما عندناش احنا نائب وزير في الوظيفة، يستقبلوه بهذا، هذا هو المناصب المقابلة لها. هذا الشعور بأنهم يفقدون علاقاتهم الخارجية بما فيها مع دول كانت تعتبر تقليدية في علاقات قوية مع الجزائر مثل الصين وروسيا، هذه من الدول الكبرى، ومثل النيجر ومالي من الدول الفقيرة والصغرى، يخلاهم هذا الاحتفاء المبالغ فيه بهذا المسؤول الروسي. وهم يعلمون أن روسيا عاجزة على بيعهم السلاح، أن روسيا تتآمر مع الإمارات على الجزائر، انقلبت انقلاب كامل في النيجر وفي مالي، أن روسيا تغير موقفها من قضية الصحراء الغربية. إذن هذه الخسارة الكبيرة وشعورهم بانهيار علاقاتهم الخارجية خلات المواقف تاع تبون يخرج مثلا ويتحدث بضعف كبير جدا في اتجاه الطغمة العسكرية في مالي والطغمة العسكرية في النيجر. تجرؤوا جماعة النيجر ومالي ولاو يتجرؤون، إعلامهم لا يتوقف عن مهاجمة الجزائر كدولة أو حتى كعصابات كنظام. من بين آخر ما تقوم به روسيا هنا لمن يريد، خاطر ربما بعض الناس يقول لك كيفاش قلت لنا شنقريحة ما وريتلناش، ما وروش في الفيديو، لكن ها هو في عندي صور على الأقل، أو هنا شنقريحة، وها مش قالوا استقبال الفريق الأول سعيد شنقريحة لنائب وزير الشؤون الخارجية والممثل الخاص لرئيس فيدرالية روسيا للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف. الفريق الأول سعيد شنقريحة إذن التقى هذا استقبل إلى آخره اليوم الاثنين 15 أبريل بمقر أركان الجيش، خلال اللقاء الذي حضره ألوية وعمداء عدد كبير جدا من الجنرالات كانوا حاضرين. حضره ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الوفد الروسي. تبادل الطرفان التحليلات ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. أنت تقول باختصار بسيط لماذا شنقريحة يصر على لقاء
مسؤول دبلوماسي. اختصار بسيط، شنقريحة يريد أن يقول أنه هو الحاكم الفعلي، والروس يعرفون أنه هو الحاكم الفعلي، ولذلك زيارة تبون وعطاف هي بروتوكولية. اللقاء الحقيقي هو كان مع شنقريحة. شنقريحة يشعر بألم شديد لأنه هو الذي سارع إلى استقبال فاغنر في أكتوبر 2021 بعد الخصومة مع ماكرون اللي هاجمهم، ويشعر أن الروس خذلوه، وضعوه في موقف محرج للغاية، بحيث أنهم أصبحوا يشتغلوا الآن في مالي ضد المصالح الجزائرية، وفي النيجر ضد المصالح الجزائرية. وربما إذا مش هم اللي حرضوا في جماعة مالي والنيجر، فعلى الأقل عجبهم الحال. مالي خرجوا قطعوا اتفاق الجزائر تاع 2015، والنيجر آخر هجوماتهم كانت بعد قضية أن هناك أفارقة نيجيريين وأفارقة رموا هناك في النيجر. العلاقات النيجيرية الروسية والمالية الروسية تتصاعد يوما بعد يوم. هاي واحدة منهم الآن. نحن هنا لتدريب الجيش النيجيري ومساعدته على استخدام التجهيزات التي وصلت للتو. نحن هنا لتطوير التعاون العسكري بين روسيا والنيجر. تعزيز التعاون أصبح ممكنا بفضل اتفاق أبرم بين المجلس العسكري وموسكو. هذه آخر الدعم الروسي للنيجر. أرسلوا لهم مضادات طيران، و طبعا هذا كله، هذا لا يعني أن روسيا فقط في النيجر أو في مالي من أجل مناقضة المصالح الجزائرية ومن أجل أن تكون خصم للعصابة، بالرغم من تصل بوغدانوف. طبعا روسيا لديها حسابات أخرى، وهي تواجد في إفريقيا، الصراع مع فرنسا، الصراع مع الولايات المتحدة، هذا كله موجود وهذا هو الأساس. لكن وهم يتواجدون في النيجر وفي مالي ضربوا بعرض الحائط علاقاتهم مع النظام الجزائري، اللي في المعدل في 20 سنة الأخيرة هذه صرف ما بين 4 إلى 5 مليار دولار أو أكثر على شراء الأسلحة من روسيا، وضربوا بعرض الحائط أنهم السلاح الجزائري سلاح روسي في 85%، أن التكوين الضباط الجزائريين أساسا تكوين روسي، أن يبيعون الخردة نتاعهم كما يشاءون، يبعثوا المستشارين، هناك مئات المستشارين الروس في الجزائر كانوا وما زالوا. كل هذا وضعوه جانبا، بالرغم من أنهم لن يستطيعوا أن يأخذوا ولو 5% من المال من نيجر ومالي مما كانوا يأخذونه من الجزائر. لماذا تضحي؟ لأن السؤال أيضا ممكن يطرح بهذه الصيغة: لماذا تضحي روسيا بعلاقاتها مع حليف المفروض أنه ذو أهمية استراتيجية هائلة، مساحة شاسعة، عدد معتبر من السكان، قريب من أوروبا، مشتري نهم للسلاح الروسي، الضباط متكونين عند روسيا؟ لماذا تضحي إذن روسيا بهذا الشريك اللي هي الجزائر أو النظام الجزائري بعبارة أدق؟ الحقيقة الإجابة قالها لنا لافروف بطريق غير مباشر، ولكن كان صريح، لأنهم يشعرون الآن أن الجزائر لم تعد لها هيبة ولا تأثير على الساحة الدولية، أن كبار الجنرالات الجزائريين حوالي 40 منهم راهم في السجن،
أن بعضهم مات تحت التعذيب، أن هذا النظام مش عارف ايش يدير، أن شنقريح يجيب فاغنر وتبون يهاجم فاغنر. تبون يهاجم فاغنر لما يلتقي صحفي الجزيرة ويقول له ما كناش نخلو طرابلس ستسقط في يد الميليشيات والمرتزقة. بعدها ب5 أشهر، هذا كان في جوان، 4 أشهر في أكتوبر يجيب شنقريحة فاغنر. علم الروس واطلاعهم على عدم استقرار النظام، على انقساماته، على صراعاته، على خصوماته، على وجود عدد كبير من المدنيين والعسكريين في السجن، على خيارات اقتصادية واستراتيجية متناقضة ومتقلبة. كي يطلع لك انت وزير تجارة يقول لك الجزائر تقع قرب في افريقيا وقرب اوروبا واسيا. اقرب نقطة في اسيا هي حوالي 4000 كيلومتر. بهذا المنطق يعني موسكو ربما لا تبعد عن الجزائر ب 4000 كيلومتر، قد تكون في حدود 4000 كيلومتر. أو ربما حتى 5000 كيلومتر، لكن أقرب نقطة من الجزائر إلى طرابلس حوالي 1500 كيلومتر، من طرابلس إلى القاهرة، وأنا هذه كلها قطعتها بالسيارة، إلى القاهرة 2500 كيلومتر. نحن نتحدث هنا على 4000 كيلومتر. ومن القاهرة باش توصل إلى سيناء أقرب نقطة في آسيا هي تصبح في 400 و 500 كيلومتر أخرى. يطلع لك وزير. فالروس طبعا الناس تلاحظ وتراقب المستوى تاع المسؤولين الجزائريين، يخرج لك تبون ويقول لك نحن عندنا افضل منظومه صحيه في افريقيا، يقول لك ان الديمقراطيه الاوروبيه ترعرعت وولدت وترعرعت في الجزائر، يقول لك اننا سنقوم بتحليه 1,400,000,000 متر مكعب في اليوم، ويقولها في الامم المتحده. يقول لك أن الجزائر قوة اقتصادية ضاربة، وأشياء أخرى كثيرة جدا قالها تبون. فالناس سواء الروس أو الأمريكان أو الفرنسيس أو الإسبانيول أو حتى النيجيري والمالي أو الفيتنامي أو الهندي، أو يشوف مستوى البلاد، الانهيار ليس فقط الانهيار التجاري والاقتصادي، البلاد غارقة، تسقط شوية أمطار تغرق حتى في الجنوب، ليس فقط هذا، إنما مستوى المسؤولين في بلد لديه كل الإمكانيات أنه يتجاوز مش فقط كوريا الجنوبية أو تركيا أو ماليزيا أو هذول اللي أقلعوا مؤخرا فقط. ومع ذلك يخرج لك وزير التجارة أيضا ويقول لك أن الجزائر ستكون في 2025 هي وجهة الاقتصادية لإفريقيا. إذن فالروس مثلهم مثل الآخرين يرون المستوى المتدني، الخصومات والصراعات، الانهيار داخل البلاد اللي أصبحت تشتري حتى البيض والدجاج من الخارج. ومع ذلك يخرج تبون ويقول لك أن رمضان هذا كانت الوفرة وكانت الأسعار في متناول الجميع. فلا تستغربوا إذن لا من انزعاج الروس ولا من تغييرهم لتقاليدهم وعلاقاتهم، ولا من تفضيلهم دول فقيرة جدا وصغيرة مقارنة مع الجزائر على ما كان يفترض أنه حليف استراتيجي يشتري مليارات الدولارات من الأسلحة وكل أسراره، لأن ضباطه، لأن عقداؤه، لأن جنرالاته تدربوا عند الروس وما زالوا. لا تستغربوا من أن يتعامل مع الجزائر بهذه الطريقة، ولا تستغربوا من أن لما يأتي نائب وزير
يستقبل مش فقط من وزير الخارجية ولكن من رئيس الدولة، وأيضا من رئيس الدولة الحقيقي الآخر اللي هو ما يسمى برئيس هيئة الأركان. الى هنا اخواني نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كنتمنى يكون المقطع قد نال اعجابكم. ما تنساوش تدعمونا بزر الاعجاب، هذاك يخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربه حول العالم. كذلك ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجديد القناة اول باول. وما تنساوش كذلك تخلونا الاراء ديالكم في التعليقات حول ما قاله العربي زيتوت عن تغير العلاقات بين النظام الجزائري وكذلك روسيا بسبب تراجع قوة النظام الجزائري على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الدولي. كذلك أخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ونتلاقى إن شاء الله في فيديو قادم وموضوع جديد.